طبعا بعد طرح الشهادات الجديدة من البنك الأهلي وبنك مصر اللي هي بعائد شهري 23.5% وبعائد سنوي 27%، ناس كتير من أصحاب الشهادات القديمة، سواء الناس اللي هي أصحاب شهادات 11% أو 14% أو 16% أو حتى 18% أو شهادات 19% أو حتى شهادات 22.5% أو 25%، ناس كتير من أصحاب الشهادات ديت بتفكر تكسر الشهادات القديمة وتعمل الشهادة الجديدة، ولكن محتارين قبل موضوع الكسر هنبقى كسبانين ولا هنبقى خسرانين. فاحنا جايين في الحلقة ديت نوضح لك كل حاجة بالأرقام، ولو انت عامل أي شهادة من كل الشهادات اللي قلنا عليها ديت تابعنا عشان تعرف هتبقى كسبان ولا هتبقى خسران قبل ما تاخد قرار الكسر. يلا بينا. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه بنوك مصر. قبل اي حاجه خالص دعواتنا وتحياتنا لاخواتنا واهلنا في فلسطين وفي السودان ايضا، ربنا ينصركم ويصبركم ويرحم كل الناس اللي ماتت ويزيح الغمه دي في البلدين باذن الله في وقت قريب. طيب خلونا نخش في موضوع حلقتنا على طول، وانا معرفش الحلقه ديت هتطول ولا لا، ولكن لو طولت استحملونا عشان بس هنوضح كل حاجه بالارقام وهنتكلم على اصحاب كل شهاده بالارقام ونوضح لك هتبقى كسبان ولا هتبقى خسران. ولكن خليني اوضح اكتر من حاجة كده قبل ما نبدأ في تفاصيل الشهادات ونتكلم عليها بالارقام. اول حاجة وهي ان الطريقة الصحيحة والطريقة الوحيدة المثلى ان انت تعرف هتبقى كسبان ولا هتبقى خسران في الشهادة بتاعتك لو كسرتها وعملت الجديدة هي من خلال الفرع، ان انت تروح الفرع وتطلب من الموظف ان هو يحسب لك الشهادة القديمة والشهادة الجديدة وهتبقى كسبان ولا لا، لان الموظف بيبقى قدامه الارقام الفعلية اللي تقول له انت هتبقى كسبان كذا وهتبقى خسران كذا. لكن انا بحاول اوصل لك الصورة بشكل اوضح شوية وبحاول اوصل لك الصورة بصورة تقريبية. انا بقول لك ارقام تقريبية، لكن الطريقة اللي احنا هنتبعها او الطريقة اللي احنا هنشرح بيها دي خاصة بينا. ممكن في ناس تتفق معانا وفي ناس تختلف معانا وكل واحد ليه حسبته، فانا بقول لك الحسبة ديت خاصة بيا عشان بس ما نخشش في موضوع انتقادات، لا ده دي كذا ولا دي كذا. انت لو ليك وجهة نظر فخلاص دي حاجة بتاعت حضرتك، وزي ما قلنا الطريقة الاصح ان انت تروح الفرع وتخلي الموظف يحسبها لك. تاني حاجة ان الشهادات اللي هي 11% و14% و16% و19% العائد عليها شهري، واكيد اغلب الناس كانت بتاخد العائد ديت تصرفه كل شهر، وبالتالي لما تيجي تسترد الشهادات ديت فعمولة الاسترداد هتتخصم من المبلغ الأساسي، وبالتالي الشهادة الجديدة مش هتعملها بنفس المبلغ اللي كنت عامل بيها الشهادات القديمة. تالت حاجة برضو أحب أوضحها إن الشهادات الجديدة ديت شهادات لمدة سنة واحدة، إنما الشهادات القديمة ال11 و14 و16 و19 دي شهادات لمدة 3 سنين، فطبعا الحسبة هتبقى مختلفة، ولكن هنحاول نقرب الأمور أكتر. الحاجة اللي حابب أوضحها بعد كده برضو إن أنت حضرتك لو إحنا اتكلمنا مثلا في شهادة معينة وقلنا ان انت لو كسرتها هتبقى خسرانة، لكن انت ممكن تشوف ان الفرق في الخسارة ده فرق قليل، مثلا 5000 4000 على حسب انت شايف الفرق ده قليل بالنسبة لك ولا لا، فساعتها تقرر ان انت تكسر الشهادة ديت وتستفاد ان دي شهادة لمدة سنة، انما ممكن يبقى فاضلك في الشهادات القديمة سنتين واكتر، فلا تختار ان انت تخسر خسارة صغيرة مقابل ان انت تعمل شهادة لمدة سنة وبعد السنة يبقى معاك فلوسك. اخر حاجة احب اوضحها ان احنا هنعمل حسبتنا على الشهادات كلها لو هنفترض ان انت هتعمل شهادة 23.5% مش 27%. وده ليه؟ لان زي ما قلنا شهادات 11% و14 والشهادات اللي هي الثلاثية ديت كلها العائد عليها كان بيبقى شهري، فاحنا هنحسب برضو على نفس الشهادة ان انت هتاخد العائد شهري 23.5% مش 27% عشان تبقى الحسبة قريبة شوية. طيب خلينا نبدأ بأول شهادة وهي أصحاب شهادات 11%. وطبعا لسه في ناس لحد الآن عاملة شهادة 11% ومحبوسة في شهادة 11%. شهادات 11% يا جماعة كانت طرحت في 25/12/2020، يعني انت لو عاملها اول ما طرحت يوم 25/12/2020 فالمفروض ان انت 25/12/23 الشهادات بتاعتك انتهت، ولكن في ناس عملتها بعد التاريخ ده. طبعا خلونا نقول ان انت حضرتك لو لسه محبوس في الشهادة ديت فانت في الاغلب فاضل لك 5 أو 6 شهور، فاحنا هنعمل ان انت كده
عامل الشهادة تقريبا بقالك 2.5 سنين. هنشتغل طبعا على مثال 100,000 جنيه في كل الشهادات. هنفترض ان انت عامل الشهادة ب100,000 جنيه عشان تبقى الارقام سهلة وواضحة. انت حضرتك بتاخد في الشهادة اللي هي ب100,000 جنيه، لو ب11% فانت بتاخد في السنة 11,000 جنيه. فاحنا قلنا انت كده عاملها بقالك 2.5 سنين، فانت كده خدت اول سنة 11,000 جنيه، وتاني سنة 11,000 جنيه، وتاني سنة اللي هي ال6 شهور خدت 5,500، فانت كده استفدت من الشهادة ديت بعائد 27,500. هنحسب عمولة الاسترداد وهنخلينا في أعلى عمولة ممكن تتخصم منك، وهي 75% عمولة استرداد في كل الشهادات. فأنت هتضرب ال27,500 الفايدة اللي أنت خدتهم في عمولة الاسترداد 75%، فأنت كده هتخسر منها تقريبا 20,625 جنيه. طبعا الفلوس ديت زي ما قلنا هتتخصم من أصل الشهادة اللي هي 100,000 جنيه، لأن أنت كنت بتسحب الفايدة كل شهر. فانت كده ال100,000 جنيه ناقص ال20,625 جنيه اللي هي عمولة الاسترداد، يبقى انت كده هتاخد فلوسك هتستردها من شهادة ال11%، 79,375 جنيه. دي كده اللي هتعمل بيها الشهادة الجديدة اللي هي ال23.5%. فكده ال79,375 في ال23.5% هتديك 18,653 جنيه. ده كده العائد اللي انت هتاخده خلال مدة السنة. ال 18,653 جنيه زائد الشهادة بقى اللي عملتها بيها اللي هي 79,375 جنيه، يبقى انت في نهاية السنة كلها في بداية 2025 هتاخد 98,306 جنيه. لو انت حضرتك كنت سبت الشهادة ديت في خلال السنة كنت هتاخد ال100,000 جنيه وال11,000 جنيه، يعني هتاخد 111,000 جنيه أكتر من ال98,306. ولو هنفترض ان انت سبتها ال3 سنين والفلوس موجودة ال3 سنين الفايدة، فانت كده هتاخد ال100,000 جنيه وفايدة ال3 سنين 33,000 جنيه، يعني 133,000 جنيه. فكده واضحة بالارقام وصريحة ان انت لا ما تكسرش الشهادة ديت وتعمل الشهادات الجديدة، هتبقى خسرانة بكل تأكيد. ولكن زي ما قلت دي وجهة نظري، لو انت شايف حاجة غير كده دي حاجة ترجع لحضرتك، والحسبة قد تختلف على حسب بقى كل واحد وعلى حسب شهادته والمدة والكلام ده كله. خلونا نخش في الشهادات اللي بعد كده، والشهادات اللي طرحت بعد الشهادات ديت، وهي شهادات ال 18% اللي هي الشهادات الاستثنائية، كانت اتطرحت في 21/3/2022. وطبعا الشهادة ديت مش هنعمل لها جدول استرداد والكلام ده كله، لان الشهادات ديت استحقت كلها واصحابها خدوا الفلوس، اللي عمل شهادات ثلاثية واللي اشترى بيها ذهب، فخلاص ما عادش حد لسه عامل الشهادات دي. نخش في الشهادات اللي اتطرحت بعد كده، وهي شهادات ال 14%، كانت اتطرحت في 30/5/2022. يعني انت لو عاملها من التاريخ ده فانت كده تقريبا بقالك 1.5 سنة عامل الشهادة دي. طيب الشهادة دي في السنة بتديك 14,000 جنيه فايدة على مثال ال100,000 جنيه، زائد النص سنة يبقى 7,000 جنيه، يعني انت خدت منها في خلال السنة ونص 21,000 جنيه فايدة. ال21,000 في عمولة الاسترداد 75% زي ما اتفقنا، يبقى انت كده هتخسر فيها 15,750 جنيه. هتنقص طبعا من ال100,000 جنيه ال 15,750 جنيه، لان اكيد برضو كنت بتسحب الفايدة كل شهر. يبقى كده انت هتاخد الشهادة بتاعتك هتاخد منها 84,250 جنيه. الشهادة الجديدة هتعملها ب 84,250 جنيه في 23.5%، هتديك 19,798 جنيه. دي كده الفايدة خلال السنة على الشهادة اللي هي ب 23.5%. نحسب التوتال ال 84,250 جنيه زائد ال 19,798 جنيه الفايدة، يبقى انت كده في نهاية السنة هتاخد 104,048 جنيه بالظبط. لو سبت الشهادة ديت ب 100,000 جنيه على الشهادة ام 14% لمدة سنة برضو هتديك في نهاية السنة 114,000 جنيه أصل الشهادة زائد الفايدة. يبقى أنت برضو بالتالي خسران بين الاتنين تقريبا 10,000 جنيه. ده طبعا بخلاف ان انت هيبقى فاضلك 1.5 سنة في الشهادة اللي هي ب 14%. فانت كده بتتكلم في تقريبا فرق بين ان دي سنة ودي فاضلك فيها 1.5 سنة، يعني انت بتتكلم الفرق تقريبا 6 شهور. فلا انا شايف برضو في الشهادة ديت ما تكسرهاش، هتبقى خسران 10,000 جنيه في السنة، وفي نفس الوقت المدة صغيرة 6 شهور بعد مدة السنة، مش سنتين وسنتين ونص ان انا اقول لك لا اكسرها مدة كبيرة واستفاد بمدة السنة وخسارة قليلة احسن من مكسب بعيد والكلام ده كله. لا، فبرضه شهادات ال 14% اللي عاملها انا وجهة نظري لا، لو انت
بقالك سنة ونص فيها ما تكسرهاش، او اكتر من كده برضو ما تكسرهاش. طيب نخش في الشهادات اللي طرحت بعد كده، وهي شهادات ال 16% اللي ده عائد شهري، او 16.4% ربع سنوي، او 16.5% نصف سنوي، او سنوي 17.4%. وهنتكلم برضو ان انت لو عامل الشهادة اللي هي ب 16% وبتاخد العائد شهري. الشهادات ديت اتطرحت في 27/10/2023. هنفترض ان انت بقالك سنة بالظبط عاملها، او مثلا سنة وشهر وشهرين، فهنتكلم على ان انت بقالك سنة. لو برضو عاملها بال100,000 جنيه في ال16%، فبتديك في السنة 16,000 جنيه. فانت كده بقالك سنة واخد منها 16,000 جنيه. هنضربهم في عمولة الاسترداد اللي هي 75%، يبقى انت كده هتخسر فيها 12,000 جنيه تقريبا. ال100,000 جنيه ناقص الخسارة عمولة الاسترداد 12,000 جنيه، يبقى الشهادة الجديدة هتعملها ب88,000 جنيه. 88,000 جنيه في ال23.5%، هتديك في السنة فايدة 20,680 جنيه. 88,000 جنيه زائد الفايدة ال 20,680 جنيه، في نهاية السنة هتاخد 108,680 جنيه. طيب لو انت سبتها في شهادة ال 16% خلال السنة، هتاخد ال 100,000 جنيه زائد الفايدة 16%، يبقى 116,000 جنيه. فانت كده بالأرقام خسران فيها تقريبا 8,000 جنيه أو 7,500. برضو بالأرقام لا ما تكسرش، فانت فعليا خسران 7,500 أو 8,000 جنيه. لكن انا ممكن اجي اقول لك في الشهاده ديت انت ممكن تكسر الشهاده دي. ليه بقى؟ خسران 7,000 او 8,000، ولكن هتبص لها من ناحيه تانية، ان انت لسه فاضل لك في شهاده ال 16% ديت سنتين، مش سنه واحده. فبالتالي الشهاده ال 23.5% سنه، فانت هتاخدها تعملها ال 23.5%، وفي سنه تاخد فلوسك. بعد كده تستثمرها بقى في اي حاجه، ممكن يكون الذهب سعره كويس، ساعتها تشتري شهاده تانية اعلى تربطها على طول، يبقى معاك فلوسك في خلال سنه، ما تفضلش محبوس سنتين في الشهاده اللي ب 16% والتضخم 30 و40، وشهادات موجوده ب 27% وانت لسه محبوس في 16%. فانا دي اللي ممكن اقول لك تكسرها وتخسر مثلا 7,000 او 8,000، مقابل ان انت ما تفضلش سنتين موجود فيها. ولكن برضو انا بوضح لك الاتنين، ان هي بالارقام كده خسرانة، ووجهة النظر التانية ان انت لو هتكسرها عشانها. فانت شوف الافضل بالنسبة لك ايه. نخش في الشهادات اللي اتطرحت بعد كده، وهي شهادات ال 25% عائد سنوي، او ال 22.5% عائد شهري. الشهادات ديت اتطرحت في 4/1/2023، يعني بقالها سنة بالظبط، والشهادات ديت بتستحق الآن. في ناس شهاداتها خلصت وهتبتدي تربط شهادات ال 27% أو ال 23.5%، وفي ناس لسه هتنتهي على مدار الشهر ده لحد يوم 30/1 إن شاء الله. طبعا أنا وجهة نظري في الشهادة ديت بدون الدخول في أرقام كتير، لا ما تكسرهاش. لو كسرتها هتبقى خسران، لأن أنت فعليا يعتبر خلصت السنة، فاضل لك أيام صغيرة والشهادة تستحق، فهتبقى خسران فيها طبعا. وخصوصا ان الفرق بين ال 22.5% وال 23.5% 1%، مش كتير. حتى الشهادات السنوية الفرق بينها ال 25 وال 27 2%، مش هتعوضك الخسارة، لان انت تميت الشهادة كلها، وبالتالي هتخسر جزء كبير جدا من الفايدة اللي انت خدتها الشهرية او حتى السنوية. فعشان كده انا بقول لك لا ما تكسرهاش، كمل فيها الايام اللي فاضله، وان شاء الله شهاده ال 27% او 23.5% هتفضل مكمله على الاقل نفس المده اللي كملتها شهادات ال 25%. واعتقد ان البنوك ممكن تسيبها الفتره ديت، عشان الناس اصحاب شهادات ال 25% ما يخرجوش في البنوك ويعملوا تضخم في السوق بره، فممكن يمدوا لهم الشهادات شويه لحد ما شهاداتهم تستحق ويعملوا الشهادات الجديدة. نخش في الشهادات اللي طرحت بعد كده، وهي آخر شهادات معانا، وهي الشهادات المتاحة في الوقت الحالي، الشهادات الثلاثية اللي في أغلب البنوك، وهي الشهادات ال 19%. الشهادات ديت كانت اتطرحت في 2/4/2023 تقريبا. يعني انت لو عامل الشهادات ديت فانت تقريبا عاملها بقالك 8 شهور. برضو مثال ال 100,000 جنيه في ال 19%، فانت كده بتديك 19,000 جنيه في السنة. هنقسم على 12 لان ديت مش مدة سنة كاملة، عشان نعرف الشهر بيدينا كام ونحسب ال8 شهور. فال 19,000 جنيه على 12، يبقى انت كده كل شهر بتاخد منها 1,583 جنيه. ال 1,583 جنيه في ال8 شهور، يبقى انت كده خدت فايدة من الشهادة ديت 12,664 جنيه. هنضرب الفايدة ديت في عمولة الاسترداد 75%، يبقى انت هتخسر فيها 9,498 جنيه. هتنقصهم طبعا من ال 100,000 جنيه، لان اكيد كنت بتسحب الفايدة كل شهر. يبقى انت كده
هتعمل الشهادة الجديدة ب90,502 جنيه بالظبط. ال90,502 في ال23.5% هتديك فايدة في خلال السنة 21,267 جنيه. ال 21,267 جنيه زائد الشهادة نفسها ب90,502، يبقى انت كده في نهاية السنة هتاخد 111,769 جنيه بالظبط. طيب لو انت بقى سبتها في شهادة 19%، فانت في السنة هتاخد ال100,000 جنيه اصل الشهادة، عشان طبعا ما كسرتهاش ما خسرتش فيها حاجة، زائد الفايدة 19%، يبقى انت كده فعليا خدت 119,000 جنيه في السنة دي، سواء كنت بتسحب الفايدة او لا. انت كده الفرق في الارقام خسران تقريبا 8,000 جنيه برضو او 7,000 جنيه. فبالارقام لا ما تكسرهاش لان انت فعليا خسران. لكن هرجع برضو اقولك في الشهادة ديت انا وجهة نظري فيها ان انت ممكن تكسرها وتتحمل الفايدة الخسارة القليلة ديت، مقابل ان انت هيكون لسه فاضل لك في الشهادة ديت تقريبا 2 و3 شهور اقل حاجة عشان تقدر تخلص من الشهادة ديت وتستحق وتاخد فلوسك. انما لو عملت الشهادة ب 23.5% او ال 27%، فانت سنة واحدة وهيبقى معاك فلوسك تتصرف فيها كيفما تشاء، مش هتفضل مستني 2 و3 شهور كمان وينزل شهادات جديدة وينزل شهادات أقل وشهادات أعلى والكلام ده كله، فتبقى بتاخد 19% وفي 23.5% شهري و27% سنوي. فدي برضه أنا شايف إن أنت ممكن تكسرها وتستفاد بالفترة دي كلها، وبرضه حسبتك أنت الأدرى بيها تكسرها ولا لا. لو انت متقبل الخسارة ال7 او 8,000 اكسرها، مش متقبلها خلاص كمل فيها ودي حاجة ترجع لك. برضو لمدة 3 سنين بتاخد عائد 19%. محدش ضامن ايه اللي هيحصل الفترة الجاية، ممكن الشهادات الدنيا تبتدي تظبط شوية والشهادات والفايدة وريتم الفايدة من البنك المركزي يبتدي يقل، فالشهادات تقل عن ال 19%، وممكن يحصل العكس، محدش عارف برضو ايه اللي هيتم. انا بحاول اوضح لك الصورة كلها، وفي الاول في الاخر القرار قرار حضرتك. وطبعا لو انت هتكسر الشهادات ديت، وخصوصا شهادات اللي هي ال 16% وال 19%، وهتعمل ال 27% مش ال 23.5%، وهتستغنى عن العائد الشهري مقابل ان انت تاخد عائد 27% زيادة 3.5%، هتبقى طبعا افضل. وممكن الخسارة تقل عن كده، تبقى خسارة مثلا في حدود 1000-2000، وممكن ما يبقاش فيه خسارة فتبقى افضل طبعا. انا وضحت لك كل حاجة، وزي ما قلت في الاول وفي الاخر احسب حسبتك وروح الفرع، خلي الموظف يحسب لك الحسبة الصح، وبناء عليها قرر بقى هتكسر ولا لا. انا حاولت انور لك الصورة كده حاجات بسيطة تبقى عارف الدنيا رايحة على فين وجاية منين قبل ما تقرر وتاخد قرار، او حتى قبل ما تخش تكسرها على الاونلاين بتاع البنك وتلاقي نفسك خسران بعد كده وتقول يا ريتني ما كنت كسرتها، او يا ريتني كنت كسرتها كنت هبقى كسبان واستفدت بالمدة دي كلها. ده كده كان كل موضوع حلقتنا النهارده. يا رب اكون قدرت اوضح لكم الصورة بخصوص كل الشهادات المتاحة او اللي الناس عاملاها في الوقت الحالي. وطبعا ما تنسوش يا جماعة اللايك على الحلقة، ما بحبش اقول الكلام ده في اول كل حلقة عشان ما اعطلش واخد وقتكم ونبقى بنضيع اول الحلقة في الفاضي، عشان بس الناس ما تزعلش من كده. لكن انا دايما بقول، والناس برضو ما بتعملش لايكات على الحلقات يا جماعة. الحلقات بتجيب فيوهات كويسة 10,000 مثلا، تلاقي 500 واحد ولا 200 واحد ولا 300 واحد اللي عاملين لايك، رقم طبعا صعب جدا يا جماعة. اتمنى ان الفيديو ده يوصل او يعدي على الاقل 2000 لايك ان شاء الله، ويبقى رقم كويس نبتدي بيه. فطبعا لو انت استفدت من الحلقة دي او حلقات سابقة قبل كده، ما تنساش اللايك على الحلقة ودعمنا باللايك. ولو مش مشترك في القناة عيب، لازم تنزل تشترك في القناة. ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جديدة. شكرا.